السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الفطائر اللي تيجيو رائعين وتيجيو خفافين، تيجيو بحال القطن. غير جربوهم ما غاديش تندموا ان شاء الله. هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين او لا 5 الكيسان ديال العنبه. عندي شويه ديال الملحه ما نكتروش، تقريبا واحد معلقه صغيره ما عمراش. عندي الخميره ديال الخبز معلقه صغيره ونص، وعندي شويه ديال السكر. هنايا تنجمعو بالماء بالحليب اللي يكون دافي، تنديرو شويه في الخميره ديالنا، يكون دافي غير شويه ماشي تاني بزاف، غير شويه. وتنزيدو بيضه، وتنكملو الجميع ديال الخليط ديالنا بالحليب. الحليب تيبقى على حسابيت الطحين كيفاش عندكم، كاين الطحين اللي تيشرب كاين اللي لا. هنايا غادي نبقاو مستمرين حتى تنجمعو العجينه ديالنا، نضيفو شويه بشويه، ما نضيفوش الحليب في مره باش ما تجيناش جاريه. حنايا تنجمعو وحنايا تنشوفو الا خصنا الحليب تنزيدو. تنجمعوها مزيان، تنحاولوا ندخلوا كاع الطحين اللي عندنا ندخلوه في العجينه، عاد تنشوفوا واش خصنا تاني الحليب او لا. نتوما راكم عارفين الطريقه ديال العجينه، بالحق كاينين مبتدئات كاينين بنيات صغار عاد تيتعلموا ما فيها باس. نقولوا كاع التفاصيل. هنا من بعد ما جمعناها، غير جمعناها باقي ما دلكناهاش، زدنا عليها نص كاس ديال الزيت البلديه، من الاحسن يكون بلدي. صافي تندخلوا ديك الزيت ديالنا في العجينه بهذه الطريقه، ومن بعد تنبداو ندلكو فيها في السطح ديال العمل، ومنها تندلكو منها تيدخل الزيت ديالنا في العجينه. هانتوما كما تشوفوا معايا تنبقاو ندلكو حتى الزيت يدخل كامل في العجينه. العجينه تتجي رطبه، ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه. هانتوما نتمنى يكون زعما باين لكم القوام ديال العجينه في الفيديو. هانتوما هادشي اللي تيجعل هادجي الفطائر يجيو قطنيين، تيجيو خفافين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق. انا تعجبني انا نبقى نبقى ندلك في العجينه. صافي هنا من بعد ما دلكناها غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت ونخليوها تخمر لينا، نغطيوها مزيان نخليوها تخمر. هنايا هانتوما كما تشوفوا من بعد ما خمرت غادي نخرجوا منها هذاك الهواء اللي فيها، نجمعوها تاني. وهنا في هذه المرحله غادي نبداو نشكلوها لواحد الكويرات صغار اللي تيبقاو على حسابيت نتوما اش بغيتوهم يجيو صغار اولا بغيتوهم يجيو كبار، على حسابيت الحجم اللي بغيتوهم يجيو فيه غادي ديروا الكويرات. هنا غادي نستعن بواحد شويه ديال الطحين وغادي نبدا نسرح هذوك الكويرات ديالنا على شكل طولي. وفاش نبدا نسرحهم العجينه نحاولوا تجي رقيقه. هانتوما غادي تشوفوا معايا السمك ديالها كيفاش خصها تجي. ما بغيتش نكتر الطحين بزاف فيها من الجهه ديال الوجه ديالها، من التحت ماشي مشكل، اما من الوجه من الاحسن ما تكتروش. تنستمروا في نفس العمليه حتى تنكملوا الكميه ديال العجينه اللي عندنا. نتوما في الاول تقدروا ديروها كويرات عاد تبداو تسرحوا فيها، انا هنا غير وريتكم ومن بعد ان شاء الله غادي نديرها كويرات عاد نبدا نسرح كل كويره بوحدها. هنا تنحاول نوريكم هو الاول عاد نكمل الشغل ديالي. تسرحوها مزيان السمك كما قلت لكم خصها تجي
شويه رقيقه. ها نتوما السمك ديالها رقيق، ماشي لدرجه يبان لينا السطح ديال العمل، ولكن تتجي رقيقه. هنا بالنسبه لكيفاش نسدوها كاينه هاد الطريقه باش نسدوها، والجهه الاخرى غادي نوريكم طريقه اخرى. نتوما كما بغيتو ديروا ليها ديروا ليها، المهم هذوك الجناب يجيو طالعين شويه. ها نتوما اما ديروها كيف من الاول واما بهذه الطريقه، عندي تتجي شويه المنظر ديالها تيجي زوين. هاد الجهه الثانيه بالنسبه للحشوه فهي حشوه جد اقتصاديه وفي نفس الوقت تتجي لذيذه. هنايا غادي نستعمل الجبن كريمي، غادي ندهن به، ندهنوها مزيان، ما نخليوش شي بليصه ما مدهوناش. كما تتشوفوا غادي نزيد شويه ديال الزعتر، زعيتره هذا عندي اللي تيتواتى مع الجبن تيجي زوين، وغادي نضيف طون وبالنسبه للحشوه تتبقى اختياريه نتوما وداكشي اللي متوفر عندكم في الدار، اي حاجه تقدروا تقضيو بها، غير هي هاد الحشوه تتجي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه وما فيهاش تماره. هنا عندي الزيتون مقطع دوائر درتو حتى هو، الزيتون الخضر، وعندي الفرماج مبشور. تنحاولوا نكثروا شويه الكميه ديال الفرماج. بالنسبه للطاوه الا ما كانش عندكم ورق الزبده او الورق ديال الفرن دهنوها بشويه ديال الزبده. انا هنا عندي الورق، من بعد ما هزيتها ودرتها في الطاوه ديال الفران زدت عليها الفلفله حمراء وخضراء مشحره ودخلنا الفرن غير من التحت تاتا طابت لينا من التحت وشعلنا عليها الفوق تحمرات شويه. بالنسبه لدرجه الحراره 200 درجه، بالزربه تطيب بالزربه تتحمر. وهانتوما كيفاش تجي قطنيه، غير جربوها وما غاديش تندموا. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساونيش من لايك والله يعاونكم.